مساء الخير. انا جاي النهارده اجاوب على سؤال مهم ناس كتير جدا بتساله لي. هي الفضه بتقشر يا علي؟ او ليه الفضه بتقشر؟ وان شاء الله اجاوبه في الحلقه دي. اعملوا سبسكرايب ويلا بينا نشوف. انا جبت معايا 3 خواتم فضه ايطالي. التلاتة معايا اهمت. تمام. فيهم خاتم واحد متقشر شويه او شكله متغير شويه مختلف. هنفهم ليه. اول حاجه يا جماعه عايز اقولها لكم ان مفيش حاجه اسمها فضه بتقشر. ده بقى معدن، ازاي معدن يتقشر؟ تمام. بصوا على الخواتم دي، مثلا نمسك خاتم. الخاتم ده مطلي بلاتين، بيلمع، مدي لمعه حلوه جدا، شكله ظريف جدا وكل حاجه تمام، مفيهوش مشكله. الخاتم التاني تمام، مفيهوش اي مشكله، زي الفل، مطلي بلاتين برضو. التالت بقى ده تحس ان هو الطلع بتاعه مطلي بطريقه غريبه شويه. بص الطلع بتاعه عامل ازاي. يعني احنا مثلا لو ركزنا اوي في الحته دي وعملنا مثلا بضوافرنا كده، هيبان هو في تقشير او في حاجه، يعني انتوا اكيد ظاهرين. بص في طبقه وطبقه، في طبقه بلون وطبقه بلون تانية. فده الفكره ان هو ايه اللي هو اللي انتوا بتقولوا عليها ايه التقشير. بص اللي بيطلع اهو، بيطلع حاجات كده، اشكال كده في ايدي، الوان كده، حاجات بتلمع في ايدي. فالطلع ده بيبقى ده مش بلاتين، ده بيبقى طلع نيكل سيء جدا. طلع النيكل ده عامه انا قلت عليه قبل كده كذا مره، مش بيبقى طلع بلاتين. فالطلع النيكل ده مع الوقت، مع الفتره طويله بيقشر. طلع النيكل مش البلاتين. لكن البلاتين بصوا يا جماعه، الخواتم البلاتين بس شكلها عامل ازاي. مفيش حاجه اسمها بيقشر مش بيقشر، لو حتى عملناها كده مفيش اي حاجه تاثر. لكن النيكل، بص النيكل يا جماعه، تحس ان هو اصلا محطوط بطريقه، يعني بص في الحته دي بتلمع، الحته دي مش بتلمع. طبعا الكلام ده كله في الكاميرا مش واضح قوي، بس هو لو شفتوه على الحقيقه هيبان جدا يا جماعه. طيب ده حله ايه بقى؟ ده حله ان احنا بنطليه اما بلاتين تاني من جديد، يا اما ممكن نطليه مثلا ذهب، او ممكن نطليه اي حاجه تانية. بس اهم حاجه نبعد عن النيكل. النيكل ده سيء جدا يا جماعه. النيكل ده هو اللي بيخلي الفضه الطلع بتاعها يقشر. مش الفضه هي اللي تقشر، لا الطلع بتاعها هو اللي يقشر مع المده. تمام. وطبعا النيكل ده انا قلت عليه قبل كده كذا مره ان هو بيعمل حساسيه في فيديوهات قبل كده قديمه. وبكده نكون عرفنا ان هل الفضه الايطالي البلاتين بتاعها بيقشر ولا النيكل اللي بيقشر، وهل الفضه اصلا بتقشر معدن الفضه ده ولا لا. ولو حد عنده اي سؤال تاني يكتبه في كومنت، وانا ان شاء الله هعمل فيديو عنه. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو، وشكرا.